اهلا بك يا كابتن فاروق. طارق ازيك يا حبيبي؟ اهلا بك يا كابتن، منورنا والله. ربنا يخليك، ربنا يحفظك. طيب كابتن فاروق، يعني بعد ان اسفرت القرعه عن وقوع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده، ويعني طبعا حضرتك عارف المجموعات مقسمه ازاي، قول لنا رايك في المجموعتين وفرص الاهلي والزمالك في هذا الموسم، وان كان شكل الاهلي والزمالك من وجهه نظرك هل يختلف عن الموسم السابق اللي حسمها النادي الاهلي على حساب الترجي التونسي؟ اكيد السنه دي يختلف عن السنه اللي فاتت. النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت افضل من الزمالك شكلا وموضوعا واداء وخبره وكل حاجه في الملعب. السنه دي نادي الزمالك هو الافضل، هو الاقوى، هو المنظم، هو المتوسط الاعمار الاقرب، ولكن خبرات النادي الاهلي في البطولات الافريقيه تتفوق على الزمالك. وانا بقول فرصه كبيره للاهلي والزمالك ان هو يوصلوا النهائي، دي اول مره يمكن انا عشان بحلل، فرصه كبيره جدا الاهلي والزمالك يوصلوا الاثنين للنهائي. تمام. يعني فرصه الاهلي قايمه كبطل وعنده الخبرات والحلول موجوده في الملعب. الزمالك فريق واعد منظم، عنده كفاءات وقدرات لعيبه متوسطه الاعمار السنيه بتاعها 21 و22 سنه. فاتمنى ان شاء الله ان الفرقتين يحافظوا على الترتيب، ان كل واحد بيلعب هو منافس، ما بيلعبش كبطل ولا كقوي. يعني هم لازم يلعبوا، عشان احنا اتفرجنا على الفرقتين اللي لعبوا امام الاهلي والزمالك. يعني شفنا او انا اتفرجت على الفريق بتاع جنوب افريقيا، وشفنا الفريق اللي لعب مع النادي الاهلي في الماتش السوبر. تمام. الكرة المصرية ثقافتها أكتر، الكرة التنظيمية أكتر، قدرات أكتر، كفاءة أكتر، اللعيبة عندها خبرات أكتر، فكل ده هيبان في البطولة الأفريقية. طب اتفضل. كابتن فاروق، يعني رغم وجود كل هذه الحسابات اللي بتؤكد ان الافضليه للاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، الا ان حضرتك برضو والكل بيؤمن بما يسمى المفاجآت في عالم الساحره المستديره. ازاي الفرقتين يعملوا حساب لهذه المفاجآت ويحاولوا ان هم ياخدوا الامور بجديه من اول لقاء؟ هو احنا عندنا ميزه في اللعيبه المصريين ان بيلعب بره ملعبه احسن من جوه ملعبه، ويمكن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها والنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي والمنتخب القومي هم مدرسه في الحاجات دي. يعني احنا شفنا النادي الاهلي تعادل هنا مع الترجي وراح كسب الترجي هناك في تونس. الدقيقه كانت 2-0 وبعدين فريق الترجي جاب هدف 2-1. اللعيبه المصريين بيعرفوا ما بيتحطوا تحت ضغط المسؤوليه بيبقى اكثر تنظيما، اكثر ثقافه، اكثر وعيا، بيأدي بشكل منظم، بيبقى عارف احتياجاته ايه من المباراه بياخدها. فدي مش موجوده في اللاعب الافريقي. اللاعب الافريقي عشوائي همجي، ما بيفكرش، مش مركز زي اللاعب المصري، ما عندوش الكره المودرن الحديثه، مش بيتفرجوا وبيتابعوا كره زينا. واحنا اللعيبه اللي عندنا موهوبين، يعني اللعيبه المصريين لعيبه على مستوى عالي وبيقدر يطلع قدراته وموهبته وابداعه في المباريات، ودي حاجه كويسه جدا للاعب المصري. انا متفائل المره دي، يعني كل مره يمكن انا الوحيد السنه اللي فاتت اللي قلت الاهلي هياخد البطوله. وناس قالت لا، يعني انا بجامل النادي الاهلي، لا قلت النادي الاهلي خبراته تقدر تاخد البطوله. فبالتالي الخبرات دي يعني هي بتتوارث، لعيب الاهلي والزمالك والانبي وحرس الحدود والاسماعيلي كلهم عندهم الخبرات اللي بره. ولو مسكنا النتائج بالورقه والقلم هنلاقي النتائج بتاعت الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي بره افضل من مصر. تمام. حتى اخر مباريات، خلونا اخر اسبوع، اخر 4 مباريات هنلاقي الاسماعيلي، الاهلي، الزمالك، الانبي كان متعادل هنا 0-0 وراح كسب 3. ثقافه اللعيب المصري بره افضل من ثقافه اللعيب المصري في القاهره. يعني ما بقاش عندهم ثقافه الفوز خارج الارض، بقت عاديه عندنا دلوقتي يا كابتن. بقت يا كابتن هناء بقت حاجه عاديه خالص. بقت انت النهارده بتلعبي ليه؟ الحلول بتبقى موجوده، الفرقه دي بتلعبك بقى بيبقوا مفتوحين في الاداء، بيهاجموا، تنظيم دفاعي بيبقى ضعيف. الجماهير بتعمل عليهم ضغط، مش متعودين ان هم يلعبوا ضد لعيبه منظمه. فكل دي عناصر تخليكي في اثناء الاداء تتفوقي. لكن احنا مش عايزين نبقى بنعمل حسابات ان الاهلي والزمالك يخسروا بعض، او واحد يبقى بطل على حساب الثاني. الاهلي والزمالك لازم يلعبوا الفير جيم، والاهلي والزمالك لازم كل واحد فيهم يبقى عنده اليقين وعنده التركيز ان هو يوصل للمباراه النهائيه. لو هم شايفين ان هم هيوصلوا للمباراه النهائيه، انا في اعتقادي هيبقى النهائي
مصري بشكل كبير ان شاء الله. يا رب يا كابتن فاروق، وان كان فعلا كلامك بيترجم على